تخيل معايا أن كاين واحد المجرم عربي قدر أنه يهرب ويتخبى للبوليس لمدة 30 سنة. حاولوا على أنهم يشدوه ولكن ما قدروش. هذا الشخص ما كانش مجرم عادي لأنه ارتكب 6 الجرائم. كيفاش قدر يدير هذه الجريمة وكيفاش قدر أنه يتحايل على البوليس؟ القصة ديالنا كتبدا في المغرب وتحديدا في واحد المدينة اسمها مديونة. مدينة مديونة جات في شمال غرب المغرب، وهاد المدينة كتعتبر مدينة هادئة والناس ديالها كلهم مسالمين. يعني عادي تدوز سنين باش ما تسمعش الجرائم، ولكن مع الأسف غادي يجي هاد النهار اللي غيتغير فيه كلشي. في واحد اليوم من الأيام غتبدا القصة مع واحد الشخص سميتو قاسم تجاري. هاد الشخص كان معروف في المدينة ديالو، وكان معروف أنه من الأغنياء اللي عنده الأراضي بزاف. وهاد قاسم كان معروف عند الناس على أنه واحد الإنسان دريال. واحد اليوم بسنة 1980 وقبل ليلة عيد الأضحى بيوم واحد، وفي هاد الليلة قبل عيد الأضحى بنهار، قاسم غادي يختفي. العائلة ديالو غيبداو يقلبوا عليه وغادي يتخلعوا عليه بزاف، لأن قاسم ما كانوش عنده مشاكل مع العائلة ديالو وما كانوش عنده كريديات اللي يخليو باش يهرب. ما كانش عنده شي سبب رئيسي باش يهرب. والقضية اللي زاد خلعت العائلة ديالو أنه اختفى قبل عيد الأضحى بنهار واحد. العائلة ديال قاسم غادي توجهوا ديريكت عند البوليس باش يعلموهم خبر اختفاء ديال قاسم. البوليس بعد ما علموهم العائلة ديالو غادي يبداو يقلبوا عليه في أي بلاصة. غادي يمشيو عند الصحاب ديالو غادي يسولوهم. البوليس غادي يبداو يقلبوا على قاسم، ما غادي يخليو حتى بلاصة في المدينة ديالو ما قلبوهاش. والبوليس غادي يقلبوا عليه حتى في خارج المدينة ديالو، ولكن مع الأسف ما غادي يلقاو حتى شي معلومة اللي تدلهم على أنه فين كاين. ومن بعد مدة على الاختفاء ديال قاسم، البوليس ما غادي يلقاو حتى شي جثة ديالو ولا شي اخبار كتدلهم على فين كاين. اذا غادي يعتبروا انها حالة هرب. وهنا البوليس غادي يوقفوا البحث عليه وغادي يعتبروا على انها قضية اختفاء وغادي يسدوا هذا الملف. ولكن واحد النقطة، العائلة ديال القاسم ما كانوش كيقولوا بلي انه اختفى، لانه كان معاهم مزيان. يعني ما كاينش شي سبب اللي غيخليه يهرب. يعني قاسم ما كانش من دوك الناس اللي ما كيقدروش يواجهوا المشاكل ولا عنده شي مشكل مع شي واحد. يعني ما كاينش شي مشكل اللي غادي يخليه يهرب. واحد النقطة، يعني ما يمكنش انه يهرب من هذه المدينة اللي كبر فيها والخدمة ديالو كلها كاينة فيها. وهذا الشيء اللي غادي يخلي العائله ديال القاسم واخا دازت مده طويله على انه اختفى غيبقاو شاكين في هذا الموضوع. ومع الاسف القضيه ديال القاسم ما كانتش شي قضيه اللي دايره ضجه ديك الساعه. اذا دازت سنين على انه مختفي ومع ذلك ما لقاوش. وهذه القضيه ديال الاختفاء ديال القاسم ما دازش عليها عام ولا عامين ولا 3 سنين، هذه القضيه دازت عليها 30 سنه. وتخيل معايا الشعور ديال العائله ديال القاسم في هذاك الوقت، يعني 30 سنه وهو مختفي. والمشكل انهم ما عارفينش واش حي ولا ميت ولا فين ماشي ولا، يعني ما عندهم حتى اخبار عليه. ومن بعد هذه المده الطويله كامله، مع الاسف العائله ديالو حتى هي غادي تفقد الامل وما غاديش تبقى تقلب عليه. ومن بعد 30 سنه المنطقه تاع مديونه ما غاديش تبدل فيها شي حاجه، غادي تبقى منطقه هادئه والناس ديالها مسالمين. وفي سنه 2010 الناس غادي يتفاجئوا بواحد الكارثه. الناس غادي يلقاو واحد الحارس ديال واحد المقبره، يعني عساس، غادي يلقاو مذبوح. ما غاديش يلقاو هذا الشخص بوحده، غادي يلقاو حداه واحد المراه. يعني يلقاوهم بجوج في نفس الحاله مذبوحين، وكانوا في واحد الحاله خطيره. يعني هذا اللي قتلهم يا اما كان منتقم منهم يا اما عندهم معاهم شي حساب. الناس اللي اكتشفوا هاد الجثث غادي يتصدموا بزاف، لان هاد الجثث كانوا في واحد الحاله خايبه بزاف. واقل حاجه غنقولوا على هاد الجثث انها كانت مشوهه بزاف، والجثث كانت في واحد الحاله انهم صعيب يتعرفوا عليها. لدرجة أن حتى المحققين اللي مشاو لهذيك مسرح الجريمة غادي يكونوا مصدومين بزاف. عمرهم ولا شافوا شي جثث بحال هاد الطريقة باش مقتولين. ونفكركم أن هاد البلاصة اللي تلقاو فيها الجثث منطقة عربية، يعني هاد الشي قليل فين كنشوفو إلا في ميريكان والأفلام. يعني هاد الشي الناس مولفينش أنهم يشوفوه. وهنا أول حاجة غطيح في بال المحققين أن هاد الجريمة أكيد السبب الأول ديالها هو انتقام. ولكن ما يمكنش نقولوا ان هذه جريمة انتقام، لان هذا الشخص اللي لقاه هو والجوزة ديالو كانوا في حالة فقيرة، يعني ما عندهمش الفلوس. اذا ما يمكنش يقتلهم شي واحد بسبب الفلوس. ولكن غادي تقول في بالك ان هذه الجريمة تقدر تكون عندها علاقة بقاسم. ولكن هذا الشخص اللي سميتو قاسم كان لاباس عليه، يعني ما يمكنش يقتل هاد الناس على ود الفلوس. المحققين ديال البوليس غادي يحاولوا على انهم يحققوا في القضيه مزيان وياخذوا فرضيات. البوليس غادي يكتشفوا وحده من الفرضيات اللي طرات قبل هاد الجريمه بواحد السيمانه. في هاد الفتره كانوا بزاف ديال العصابات ديال الاجرام كانوا كيبيعوا المخدرات. البوليس غادي يفترضوا ان هاد العساس والزوجه ديالو عندهم علاقه بهاد المجرمين وعندهم علاقه مع العصابه، يعني تصفيه حسابات. الفرضيه صعيب على اننا نطيقوها،
ولكن في هذاك الوقت كل شيء ممكن، لان كانوا بزاف ديال المجرمين والعصابات، يعني يمكن يكون بينهم شي خلاف مع هاد العصابات. ولكن من بعد بحث طويل البوليس غيكتشفوا على ان هاد القضيه ما عندها حتى شي علاقه بهذا الشيء ديال المخدرات والعصابات. ولكن من بعد بحث طويل البوليس ما غادي يلقاو حتى شي خيط يدي من المجرم، وغادي يعتبروا على هاد القضيه مجهوله وغادي يسدوا هاد الملف. نفس هذاك الشيء اللي طرا مع القضيه ديال القاسم. ومن بعد هاد القضيه الناس غادي يتخلعوا بزاف، يعني ما غاديش يبقاو يخرجوا من ديورهم. ومع الاسف عاوتاني الناس غادي تصدموا بالاختفاء ديال واحد الشخص اخر. هاد الشخص اللي اختفى كان كيبيع الفول، وهاد الشيء اللي غيطرا معاه نفس هذاك الشيء اللي طرا مع القضيه ديال القاسم. هاد الشخص حتى هو القضيه ديالو غريبه، يعني ما غاديش يعرفوا فين مشى ولا فين اختفى. وهاد الشخص غيطرا معاه بحال القاسم، كان واحد الانسان مسالم ودرويش، اذا ما كانش عنده شي مشكل مع الناس ولا شي خلافات كبيره ولا شي حاجه بحال هكا. العائله ديال هاد مول الفول غادي يحاولوا يقلبوا عليه بالجهد ديالهم كامل، غادي يمشيو للبوليس يعلموهم وغادي يقلبوا حتى هما وغادي يديروا مجهود كبير، ولكن ما غيلقاو عليه حتى اخبار. الرابط المتصل ما بين هاد القضايا بثلاثة على أن هاد الناس كاملين كانوا مسالمين وما عندهم شي مشاكل مع الناس. إذا كانوا ناس معروفين دراوش مسالمين ترونكيل. وهنا غينتشر واحد الإشاعات على هاد الشخص اللي كيبيع الفول، غادي يبداو يقولوا الناس على أنه كانوا عنده كريديات وما قدرش باش يخلص هادوك الناس اللي تيتسالوه، وغادي يقولوا باللي مشى وهز راسو. وهاد الشيء تيتعتبر غير خرافات، لأن هذه حالة اختفاء عادية ما كاينه حتى شي دليل يثبت لنا هاد الهضرة. البوليس والمحققين غادي يلاحظوا على ان هاد الجريمه ديال هاد الشخص اللي كيبيع الفول عندها علاقه بالجريمه ديال داك الشخص العساس اللي لقاوه هو والزوجه ديالو، لانهم طراو في نفس الوقت. يمكن الفرق اللي كان بينات هاد الجثث اللي تلقاو غير شي ايام قليله. ومن بعد المره الثالثه القضيه ديال هاد الشخص اللي كيبيع الفول غيطرا معاه نفس البلان ديال هاد القضايا بثلاثه. هاد القضيه غادي يطمسوها البوليس وغيتسد هاد الملف. ولكن من بعد فترة قصيرة من اختفاء هاد الشخص اللي كيبيع الفول، واحد البنت في عمر العشرينات. هاد البنت كانت خدامة سرباية في واحد القهوة، وحتى هي غادي تختفي بطريقة غريبة، وما كاين حتى واحد عنده عليها شي معلومات ولا شافها في شي بلاصة. وكانت عندها واحد اللعيبة كتربطها مع دوك الجرائم الاخرين. كانت حتى هي واحد البنت مسالمة وما عندهاش المشاكل مع حتى واحد. ونفس الحاجة غتعاود المرة الرابعة. البوليس غادي يعتبروا هاد القضية انها ما عندهاش شي حل، ويعتبروا حالة اختفاء مجهولة. والحاجة اللي لاحظ المحققين على أنه كاين شي مجرم كيستهدف الناس اللي دراوش وما عندهم مشاكل مع حتى واحد. ولكن الإخوان غطرا واحد القضية اللي غتغير الأحداث. المحققين غادي يلاحظوا واحد القضية في هذاك الشخص اللي لقى مقتول هو والزوجة ديالو، والشخص اللي كيبيع الفول والبنت اللي في العشرينات. غادي يلاحظوا بأن كاين شي حاجة ما كانوش ملاحظينها البوليس. هاد الشخص الاسم ديالو خالد، هاد الشخص كان ساكن مع الزوجة ديالو ووليداتو. غادي يلاحظ على أن كيدق في شي واحد في الباب ديالو، غيخرج غادي يلقى واحد الجوج ديال الأشخاص كان كيعرفهم. هاد الشخص غادي يخرج عند دوك الصحاب ديالو وغادي يمشي معاهم، ولكن من بعد ما مشى معاهم ما غاديش يبقاو يسمعوا عليه حتى اخبار، يعني غيختفي. وهنا العائله ديال خالد غادي يشكوا بزاف في هاد الجوج اللي جاو عنده. والسؤال مطروح هو شكون هاد الاشخاص، واكيد 100% انهم عندهم علاقه في الاختفاء ديال خالد. وهنا الام ديال خالد غتمشي عند البوليس باش تعلمهم بهاد الاخبار وتقول لهم بلي ان شاكه في هادوك الزوج ديال صحابو. وهاد الام ديال خالد بعد ما علمات البوليس بهاد المعطيات غادي تبدا تقلب على هاد جوج الاشخاص بوحدها. والام ديال خالد كتقلب من جهه، والمحققين مشاو كيسولوا كاع الصحاب ديالو، ومن ضمنهم هاد جوج ديال الناس اللي جاو عنده. ولكن مع الاسف هاد القضيه ديال خالد حتى هي بحال القضايا اللي دازو، حتى هي غادي يعتبروها البوليس قضيه مجهوله وما غاديش يلقاو خالد. ولكن من بعد اشهر من الاختفاء ديال خالد غادي يجي واحد الشخص من العائله ديالو الاسم ديالو عزيز، غادي يدق الباب وغادي يدخل عند الزوجة ديال خالد، وغادي يبدا يواسي فيها وغادي يبدا يقول لها ماشي مشكل وان شاء الله تلقاوه. ولكن هذا الشخص غادي يجبد من الجيب ديالو واحد الورقه وغادي يقول لها هاد الرساله من عند خالد. الزوجه ديالو غادي تصدم بزاف، غتقول له بلاتي اذا انت كتعرف البلاصه ديال خالد. وقالت ليه واش خالد باقي عايش وفين مختفي. غادي يقول لها بلي خالد راه باقي عايش، راه غير خوا البلاد ومدة قصيرة ان شاء الله وغادي يرجع. وغادي يقول له قاري هاد الرسالة راه مكتوبة بالخط ديالو. وغادي يقول للزوجة ديالو في راسك بلي خالد راه باع كاع الممتلكات ديالو وعطاني انا الملكية باش نتحكم في هاد الفلوس ديالو كلها. الزوجة ديال خالد كانت مصدومة من هاد الهضرة وما طيقاتهاش، وغادي تهز هذيك الرسالة اللي عطاها وغتمشي تقارنها مع الخط ديال راجلها خالد. والصدمة على انه فاش غادي تقارن هاد الخط ديال هاد الرسالة اللي عطاه والخط ديال راجلها خالد،
غادي يكون واحد الاختلاف كبير، اذا ماشي هذا هو الخط ديال الراجل. وماشي غير الخط بوحدو اللي كان مختلف، حتى الطريقه ديال الكتابه ماشي ديال الزوج ديالها. وهنا غتمشي الزوجه ديال خالد عند البوليس وغتقول لهم هادشي كامل. وهنا البوليس غادي يديروا واحد اللعيبه ذكيه بزاف. هنا ما غاديش يمشيو يجيبوه عندهم باش يديروا معاه التحقيق، غادي يديروا عنده، غنديروا عليه تحقيق عن بعد. اذا غيبداو يجمع عليه المعلومات وغادي يبداو يعرفوا فين كيمشي والصحاب ديالو. البوليس غادي يمشيو للصحاب ديالو غيسولوهم عليه والناس اللي كيعرفوه. هاد الناس كيقولوا كاملين على ان هاد الشخص كان واحد انسان ظريف وانسان مسالم، يعني ما تيجبد لا صداع لا والو. والناس غادي يقولوا باللي العلاقه ديالو مع خالد كانت واحد العلاقه زوينه وكان بحال الاخ ديالو. ولكن البوليس ما غيقتنعوش بهاد الهضره، وغادي يعمقوا البحث بزاف. وفي هاد التحقيق البوليس غادي يلاحظوا شي حوايج غراب بزاف. اول معلومه، هاد الشخص الاسم ديالو عبد العزيز التجاري، وهاد الشخص كان اللقب ديالو من نفس عائلة الشخص اللي كان مختفي في أول مرة ذكرناه في القصة، قاسم التجاري. هاد الشخص عبد العزيز كان حتى هو لاباس عليه وشخص مسالم حتى هو، وما عنده حتى مشكل مع الناس. ومن بعد ما البوليس غادي يبداو يحققوا في الطفولة ديال هاد الشخص، غادي يكتشفوا على انه فاش كان صغير بزاف كانت عنده واحد تيميل للعنف بزاف. وكان واحد الشخص قاسي، يعني كان عنيف مع الناس وعزيز عليه يشد الحيوانات ويذبحهم. اذا واحد الانسان بحال قلتي مريض في الصخور ديالو. وفي هذا التحقيق غادي يكتشفوا البوليس واحد المعلومه غريبه بزاف ونخليكم تسمعوها راسكم. أبوه قام بقتل جده من أجل الاستحواذ على بعض العقارات الفلاحية. وتخيل معايا على ان الاب ديالو قتل جدو وهذا الشيء كامل باش ياخذ من عنده الورث. وتخيل معايا غادي يدير هاد الجريمه بدم بارد وغيقتل الاب ديالو على ود الفلوس والورث. وتخيلوا معايا على ان الاب ديالو فاش كانوا البوليس كيواجهوا بالجريمه ديال القتل، انه قتل الاب ديالو، غادي يقدر على انه يهرب من هاد الجريمه لانه كان ذكي بزاف وكيعرف كيفاش يهرب منهم ويكذب. وكان ذكي بزاف لدرجه انهم ما قدروش يثبتوا عليه حجه الجريمه، مع العلم على ان بزاف د الناس كانوا شاهدين على انه هو اللي قتلو وكانوا عارفين باللي هو اللي يقدر يديرها على اساس انه ياخذ الورث. وتخيلوا معايا الاب ديالو كان مجرم وقتل باه، وكيفاش غادي يكون هذا الشخص اللي سميتو عبد العزيز. ولكن المحققين ما يمكنش يلصقوا ليه التهمه ويعتبروه مجرم لان ما عندهمش شي ادله عليه، اذا خاصهم يحققوا معاه. المحققين غادي يبداو يبحثوا على هذا الشخص وغادي يكتشفوا على انه كان خدام في واحد الشركه كيصايبوا الادويه. الناس كاملين كانوا متفقين على ان هذا الشخص عبد العزيز كان واحد الشخص درويش ومسالم. ولكن كيقولوا باللي الا شي نهار شاف منك شي مشكل ولا غلطتي معاه ولا شي لعيبه كيتفرقع عليك وكيبين لك واحد الوجه عمرك شتيه. واخا يكون المشكل بسيط بزاف كيكبرو وكيبين لك واحد الوجه غريب وقاصح بزاف. ماشي حتى في الخدمه ديالو، كان حتى مع العائله ديالو والناس اللي كيعرف. كان الا داروا مع شي مشكل صغير كيبدا يغوت عليهم وكيبدا يكبر معاهم المشكل، لان كان واحد الشخص ماشي عادي. وتخيلوا معايا على انه كان دائما كيمشي عند العمات ديالو كيهددهم نوس، يقول لهم الا ما كتبتوش لي وكاله الورد ديالي وهادي وهادي غادي نقتلكم وغادي ندير ليكم وندير ليكم. وحتى الزوجه ديالو كان كيعنف بزاف وكان كيضربها، والجيران كانوا ديما تيسمعوا الغوات ديالو. وهذا الشخص كان بحال عنده جوج شخصيات، كان ديما كيدير المشاكل وديما تيبين الناس واحد الوجه زوين ودريوش، ولكن الا جبدتيه ولا درتي ليه شي حاجه بسيطه كيتفرقع عليك كيبان لك واحد الوجه عمرك شتيه. المحققين غيتفاجئوا بواحد الحاجه غريبه. هذيك القهوه اللي كانت خدامه فيها ديك الدريه اللي في العشرينات اللي اختفات كانت بالاسم ديالو، اذا كانت هاد القهوه ديالو. وماشي غير هنا، كان حتى داك الشخص اللي كيبيع الفول كان ساكن في نفس الدار اللي مبنيه فيها القهوه، الفوق والتحت كاينه القهوه. هنا البوليس غادي يتوجهوا لهاد القهوه بالزربه وغادي يقبضوا على هاد الشخص. وهنا غادي يبدا يقول لهم انا راه ما عمري درت شي حاجه وراني غيبدا يقول لهم بلي خالد راه كان صاحبي ما يمكنش ناديه. غادي يبدا يتهرب من هاد الجرائم كاملين. هنا المحققين غادي يجيو ديريكت وغيقولوا حنا عارفين عليك كل شيء، اذا ماشي جينا وشديناك، اذا حنا درنا لك واحد التحقيق كبير عاد جبناك. غادي يقولوا لي قول لنا اشنو القضيه ديال ديك الرساله اللي عطيتي للزوجه ديال خالد. هنا البوليس غيواجهوه بهذا الشيء وغيقولوا له شنو العلاقه ديالك مع هذاك الشخص خالد، وعلاش رسلتي لي ديك الرساله وقلتي لي بلي مشى خرج من المغرب. وغادي يقول له شنو العلاقه ديالك مع ديك الدريه اللي كانت خدامه في القهوه ديالك، والعلاقه ديالك مع داك الشخص اللي كيبيع الفول. وهنا في التحقيق ما غاديش يبقى يدوي معاهم وغادي يسكت منين واجهوا بهذا الشيء كامل، والادله كلها كانت ضده ومع ذلك ما بغاش يدوي.
واخا هاد الادله كاملين البوليس ما يقدروش يوجهوا ليه التهمه لان ما كاينينش شي بصمات ولا شي ادله ملموسه عليه. هنا البوليس غادي يمشيو يقلبوا عاوتاني في المعارف ديالو والناس اللي كيعرف، غادي يلقاو بلي ان كان كيعرف واحد الشخص بزاف، واحد الشخص بناي وكان كيخدم معاه عاوتاني كيبني ليه الديور. هنا غادي يجيبوه غادي يضغطوا عليه بزاف، غادي يقول لهم بلي شحال هادي كان عيط ليا وقال ليا بغيتك واحد البير تريبو يعني تدفن عليه يعني تلوع على التراب. وهنا البوليس غادي يمشيو لهداك البير وغادي يتفاجئوا وغادي يلقاو الجثه ديال صاحبو خالد. ولكن المحققين غادي يلاحظوا على ان هاد الشخص كانت عنده علاقه مع خالد، كانوا دائما كيديروا داكشي ديال النصب وكينصبوا على عباد الله في الاراضي وفي الورث، اذا بجوج كانوا خايبين. وكانوا اي حاجه فيها هادشي ديال النصب والتزوير وهادشي ديال يديو لشي شخص الارض ديالو كانوا دائما كيديروه. كانوا تيمشيو للمحكمه وتيحلفوا بالزور. نهار كان طرا واحد الخلاف ما بيناتهم، عبد العزيز كان خالد كيتسالو فلوس، وكل مره كان تيقول له خالد جيب لي رزقي، عبد العزيز تيهرب منه تيقول له ما عنديش هادي وهادي. واحد النهار خالد غادي يتفرقع عليه غادي يقول له الا ما عطيتينيش رزقي غادي نمشي عند البوليس نقول لهم راك نصاب قال له غنفضحك. وقال له ما عنديش المشكل نمشي انا وياك للحبس. وهنا عبد العزيز تخيلوا معايا شنو غادي يدير، غادي يقرر على انه يذبحو ويتهنى منه. وهنا غادي يمشي عنده داك النهار للدار ديالو غادي يستدرجو غادي يديو واحد البلاصتو وغادي يذبحو وغادي يلوحو في هذاك البير. دابا الجريمه ديال خالد عرفناها، دابا غندوزو للشخص اللي كيبيع الفول. فين في خالد كان قريب للقهوه ديالو، وفي واحد النهار هذاك الشخص اللي كيبيع الفول غادي يشوف بلي خالد جايب واحد الميكا كحله وغادي يرميها في البير. وهنا خالد غادي يلاحظوا بلي شافو وغادي يقرر على انه يذبحو ويصيفطو حتى هو معاه باش ما يبرقكش بيه. هنا فاش كان كيحاول يدفن قبر باش يدير فيه هاد الشخص اللي قدام كيبيع الفول، هذاك العساس ديال الروضه والزوجه ديالو غادي يشوفوه. ولكن عبد العزيز غادي يقرر على انه يقتلهم، ولكن من قبل ليلة باش يقتلهم هذاك العساس والزوجه ديالو غادي يتوجهوا للبوليس ويعلموهم يقول لهم شنو كاين. غادي يقولوا لهم باللي شفنا واحد الشخص جايب جثه وكيدفن فيها قدام عينينا. ولكن هنا المحققين ما غاديش ياخذوا الامر بجديه، وبعدها بليله للاسف غادي يلقاو الجثه ديال داك الشخص العساس والزوجه ديالو مقتولين بواحد الطريقه بشعه. ما غاديش يقدر على انه يدفن هذاك الشخص اللي كيبيع الفول معاهم في الروضه. اشنو غادي يدير؟ غادي يحاول يديه معاه القهوه ديالو، غادي يحيد الزليج وغادي يدفنو تما في القهوه ديالو. بالنسبه لهذيك البنت اللي في العشرينات غادي تشم واحد الريحه خانزه بزاف ديال الجثه، وغادي يحاول حتى هي يتخلص منها باش حتى واحد ما يكون عارف شنو طار. والمشكل على ان هاد الشيء كامل وهاد الجرائم اللي دار كلها دارها على ود الفلوس وكان هو لاباس عليه. ودابا بقى واحد الشخص اللي البوليس كيقلبوا عليه وباقي ما لقاو عليه والو، هو قاسم. هنا البوليس غادي يسولوا عبد العزيز على هاد الشخص قاسم، وهنا قاسم ما غادي يقول لهم والو مع العلم على انه قال لهم الجرائم كاملين اللي دار. وهاد الجريمه اللي طرات 30 سنه باقي ما لقاو عليها حتى شي معلومه. وهنا واخا ما غاديش يعترف كانت كل التهم موجهه ليه. وهنا غادي يحكموا عليه بالاعدام. والحمد لله على ان هذه القضيه كانت طرات في الثمانينات وكان ديك الساعه الاعدام. القضيه غادي طرا على ان قبل ما يتحكم بالاعدام غادي يموت في الحبس واحد الموتة خايبه. القضيه اللي غتبقى غامضه هي القضيه ديال القاسم اللي حتى حاجه ما عرفوها عليه وما عرفوش شكون قتلو وما بغاش يعترف لهم، واخا كان موجهين ليه التهمه ولكن ما بغاش يقول لهم. اخوان ما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق باللي واش شاكين في ان هذا الشخص هو اللي قتل قاسم. اخوان هنا غنكونوا وصلنا للقصه ديالنا، ما تنساوش ديروا ابوني وان شاء الله جايين قصص زوينين. يلا الاخوان تهلاو.